السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نعمل بقى كحك العيد. هنعمله مقادير مظبوطه وطعمه حلو جدا. نقول بسم الله ونبتدي. اهم حاجه في الكحك لما نيجي نعمله نوعيه الدقيق ونوعيه السمنه، هي اللي بتفرق بين كحك والتاني. يعني ممكن المقادير تبقى زي بعضها، بس المكونات هي اللي بتفرق كحك عن التاني. فاهم حاجه نوعيه الدقيق والسمنه. هنقول مقادير: كيلو دقيق، هنجيب 550 جرام سمنة. طبعا لو سمنة بلدي تبقى أحسن. أنا حاطة نص بلدي ونص سمنة عادية، يعني ممكن تخلطي الاتنين مفيش أي مشكلة. وهحطهم، مش هقدحهم، أنا هحطهم على النار بس السمنة تسيح معايا كيلو دقيق منخول، لازم يكون منخول متعدد الاستخدامات أو مخصوص للكحك والبسكوت. وهحط عليه معلقتين كبار لبن بودر، دول اختياري. 3 معالق كبار سكر بودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. واقلب كل دول كده مع بعض، واعمل حفرة من النص احط فيها 3 معالق كبار سمسم، واحط الطبق كده على جنب. واجيب كوباية الا ربع مية تكون فترة، احط عليها نص معلقة خميرة، واقلبهم واحطها على جنب. بعد كده السمنة بتاعتي طبعا ساحت على النار، انا مش بغليها، انا بس بسيحها. هي بتبقى سخنة وهي بتسيح بتسخن، لكن مش بغليها. انا عاملاه يعتبر على البارد، لان بصراحة اللي بتتغلى ده بتحمي على الصدر، بتعمل حرقان جامد على الصدر. فبالطريقة دي بصراحة خفيف وحلو جدا. حطيت السمنة، وخلي بالنا من ايدينا لان السمنة سخنة. نبتدي بقى نقلب فيها تبرد شوية، واحط عليها معلقة ريحة كحك. انا ما لقيتش ريحه الكحك البودر، حطيت اللي هي السائله. نعجن بقى ونبس زي ما احنا عايزين. كل لما نعجن ونبس كده، يعني تحطيها ما بين ايديكي وتقعدي تفركيها. الحركه ديت بتخلي الكحكايه بتبقى ناعمه ببقك وبتدوب. يعني الكحكايه بتبقى ماسكه نفسها وبتدوب في نفس الوقت في بقك، بتبقى حلوه جدا. فالمرحله دي اقعدي اعجني وبسي زي ما انت عايزه، عشان اول ما بنحط الميه ما بنعجنش نهائي. عشان كده بقولك دلوقتي اعجني زي ما انت عايزه، وبسي فيها كويس قوي، هتلاقيها كده ناعمه في ايديكي. يعني بصي بوريكم، ناعمه في ايديا بعد ما قعدت ابس فيها. واخد من تحت، يعني اخد العجينه من فوق ومن تحت، ما اخدش اللي فوق واسيب اللي تحت. ابسها كلها لغايه ما احس ان هي بقت ناعمه معايا. هجيب بقى الكوبايه الا ربع الميه اللي فيها الخميره. يا جماعه ما نكترش الميه، الميه هي اللي بتخلي الكحك بتاعنا ناشف. كيلو الدقيق بياخد من نص كوباية مية لغاية كوباية مية. فانت عايزاه يبقى حلو، حطي كوباية الا ربع، يبقى حلو جدا. يعني قدامك لغاية كوباية مش اكتر. هتعدي الكوباية هتلاقيه ينشف معاكي. نبتدي بقى بعد ما حطينا بقى المية بالخميرة، نبتدي نلم. بس احنا مش هنعجن، احنا عجنا كده وخلاص، احنا بس بنلم العجينة. شايفين العجينة؟ العجينة معايا حلوة جدا، شايفينها؟ خلاص لميتها كده. اخد حتة من العجينة واعمل لها تجربة. جبت البصامة، شايفين؟ ولا شققت ولا اي حاجة، العجينة حلوة جدا. هغطيها دلوقتي واحطها على جنب عشان احضر الحشو. جبت نص كيلو عجوة ونص كيلو ملبن. جبت الملبن، لازم الملبن يبقى طري ولونه فاتح. حطيت عليه معلقة سمنة ومعلقتين كبار سمسم، وادعكهم كده ببعض. وكان عندي عين جمل، رحت مكسره قطع صغيرة كده وحطيته عليه. وهقلبهم كلهم وابتدي اشكله بقى، اعمل كور كده صغيرة، ما اعملهاش كبيرة. ونفس الحكاية العجوة، جبت نص كيلو عجوة، حطيت عليها معلقة كبيرة سمنة ومعلقتين سمسم، ودعكتهم برضو في بعض. وقعدت اشكل بقى، عملت بعد كده بقى هبتدي اشكل العجينة بتاعتي. طبعا اهم حاجة ان احنا نغطي العجينة عشان ما تنشفش معانا. هاخد جزء جزء كده وهعمل بالبصامة. جبت الصاج بتاعي وخدت جزء كده قد الليمونة، نحاول ما نكبرش، نعملها صغيرة. ناخد قطعة من العجينة ونحط فيها كورة من العجوة او الملبن، ونروح مكورينها. وبصوا زي ما بعمل انا كده، شايفين؟ بقعد كده ايه، امررها تحت ايديا. التمرير ده في ايديا بيخليها تنعم، تخلي العجينه بتبقى ناعمه وحلوه جدا. واحطها واروح ضغط عليها بالبصامه. شايفين شكلها حلو جدا؟ والعجينه معايا مقاديري مظبوطه جدا جدا، هيطلع باذن الله ناعم وحلو جدا. اقعد اعمل كده لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي. قلت بقى ايه، اعمل الكحك بتاع امي بتاع زمان، اللي هو المنقاش.
احنا بطلنا نعمله بقالنا فترة، بس قلت لأ دلوقتي هعمله. خدت قطعة برضو من العجينة وحطيت فيها قطعة من العجوة، واخلي العجوة جاية بالطول، وبعد كده ابرمها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما برمتها رحت مدوراها زي الكحكة، وجبت المنقاش ونقشته. شايفين الكحك بتاع امنا بتاع زمان اللي احنا اهملناه دلوقتي مش بنعمله؟ حلو جدا جدا وعجب ولادي. أو أقعد كده أعمل الكمية بتاعتي زي ما أنتم شايفين، ونحاول نصغّر. أنا هنا مكبّراه، بس جيت بعد كده صغّرته. فحاولي تصغّري الكحكاية، كل أمّا تصغّريها بتبقى طبعًا خلّصت كل الكمية، ومش هادخّل الفرن إلا أمّا أخلّص الكمية كلّها. عقبال ما أخلّص هتكون هي خمرت. بعد ما أخلّص خالص الكمية بتاعة تشكيلها، أشغّل الفرن. في الوقت ده برضو الكحك بتاعنا بيخمر معانا. اشغل الفرن على درجة حرارة 190، الحرارة ما تكونش واطية علشان الكحك بتاعنا ما ينشفش. 190 200 حلو جدا. وتخلي بالك بيقعد من 8 ل 10 دقايق، ما بيقعدش كتير. الكحك بتاعنا بعد ما طلع الله على الجمال، شايفين؟ سبته طبعا لما يبرد، ما نجيش ناحيته خالص، نسيبه في الصاجات. يعني الصاج ده بيكمل السوا. شايفين؟ طلع ذهبي، لونه ذهبي وحلو جدا. الخبيز بتاعه حلو جدا، ومش هقول لكم بقى الريحه ماليه البيت. شايفين لون الكحك واخد اللون الذهبي الهادي الحلو جميل جدا، والكحكه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت ناعمه. يعني تحطيها ببقك تلاقيها ناعمه وطعمها حلو جدا. مقاديرنا حلوه جدا. شايفين الكحك زي ما دخلناه زي ما طلعناه؟ حلوه جدا لان مقاديرنا مظبوطه جدا جدا. يلا جربوا المقادير دي وهتعجبكم بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين.